مش عارفة تظبطي البشاميل بتاعها. طيب مش عارفة اللحمة المفرومة العصاج بيطلع معاكي مش مظبوط ولونه مش حلو، واللحمة كده ما فيهاش اي تركاية كده تكون يعني تدي طعم. لا تعالي بقى اما اقولك تعمليها ازاي بطريقة ولا اروع، وهتكون حاجة كده فوق الخيال، شغل مطاعم. عندنا هنا بقى بصلتين كبار حطيتهم في الكبة وفرمتهم كويس. هنا عندي معلقتين زيت على معلقة سمنة كبيرة. هنزل بقى بالبصل اللي فرمته بالشكل ده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوحت البصلة كده تشويحة بسيطة، مش هتكرمل معايا ولا تحمر، وهبتدي انزل باللحمة المفرومة. هنا كانت مجمدة معايا، فككتها كده من غير ولا ذرة ملح. تمام، لو حطينا ملح هتبتدي تكور وتكلكع معايا اللحمة المفرومة. لا، الملح والتوابل في الاخر خالص. فككتها كده وخدت غلوة كويسة، يعني تستوي نص سوا كده. هبدأ انزل بالطماطم. الطماطم انا حابه الطماطم بتكون زياده، بحبها تكون لان طبعا مش بنعمل معاها صلصه، بحبها تكون اللحمه المفرومه حمرا زياده. هنزل بقى بملح وفلفل وفركه كده من الزعتر، ومعلقه من البهارات السبع او العشر بهارات اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده. عندي بقى هنا المكرونه سلقتها، والميه بتاعتها صفيتها كده في حله نظيفه، وهبتدي احتفظ بالميه لان هستخدمها دلوقتي. هبتدي اعمل البشاميل. عندي هنا معلقتين من الزيت، معلقة كبيرة من السمن. هحط بقى هنا لو على لتر اللبن هحط 6 معالق من الدقيق بالشكل ده. 6 معالق، او اللبن لو قليل عن كده هبتدي احط 5 معالق فقط، حسب القوام اللي انا عايزاه. طبعا انا عايزة القوام بتاعي يطلع مش تقيل. تمام. هنزل بقى هنا شوحت كده الدقيق مع السمنة بالشكل ده، تشويحة كده تطلع ريحته. هبدأ انزل بنص كمية المية بتاعة المكرونة اللي انا صفيتها، بتكون فيها غذائية جدا وكويسة، ما ينفعش ان انا ارميها. طيب نزلت بقى بكمية اللبن، وبدأت ان انا اظبط البشاميل بتاعي بالشكل ده. البشاميل بتاعي مش تقيل، علشان لما المكرونة تبتدي تهدى ما تبقاش مجرمزة معايا كده ومحجرة. لا، هي هتبتدي تهدى هتبقى جوسي كده وطرية، والبشاميل هيظبط معايا جدا. حطيت دهنت صينية وحطيت المكرونة. هبتدي ان انا انزل بالبشاميل على المكرونة بالشكل ده، وبعدين كمية كويسة هنزل بالعصاج بتاعي بالشكل ده. عندك بقى موتزاريلا، جبنة موتزاريلا، عندك شيدر. انا الكمية كانت عندي قليلة فحطيت اللي موجود يعني، لكن لو كمية كويسة بيكون افضل. هنزل بقى بالمكرونة من فوق بالشكل ده، باقي المكرونة، واحاول ان انا مملاش الصينية قوي، علشان لما تبقبق كده معايا في الفرن ما تبوظش الدنيا معايا. ثبتها كده وظبطتها كده بالشكل دوت. هبدأ انزل بباقي البشاميل كله كده، عايزاها كده تكون منغنغة كده بالبشاميل. هبدأ ان انا اوزع البشاميل بتاعي. تمام، شايفين؟ غرقانة بشاميل، اهم حاجة تكون كده. كمان كمية اللحمة كويسة جدا. هبدأ ان انا اخبطها كده خبطتين. جبنة بقى، جبنة رومي مبشور على الوش. مش هنحط بيض، مش هنحط بيض، مش هنحط بيض. جبنة مبشور، جبنة رومي، جبنة موتزاريلا، اي جبنة عندك حطيها على الوش، هتديكي تحميرة حلوة من غير زفارة ولا اي حاجة. حطيناها بقى في الرف الوسطاني، او انا حطيتها في تحت الرف اللي تحت مع تشغيل الشواية على الهادي نص ساعة، وطلعت بالشكل الجميل ده. شايفين؟ جوسي وطرية ولا اروع. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. لو وصلت لحد هنا لايك وشير للفيديو، بحبكم في الله. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.